السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم حنان عمارة من قناة حنان كروشيه. نتقابل في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هننفذ مع بعض موديل الجيبة. اسهل واسرع جيبة ممكن تنفذيها ان شاء الله، ما فيهاش اي تفاصيل. يعني لو انت مبتدئة او اول مرة تمسكي خيط وابرة ان شاء الله تقدري تنفذيها معانا. ده تطبيق لينا ان شاء الله، نفذناه بخيط الاوليفيا ميكس. مناسب جدا للاطفال. احنا عملنا عنه ريفيو، ده تاني مشروع نشتغل بيه. اشتغلنا بيه الجاكيت ودي الجيبه. انا عايزه اقولك ان هو لونه في الصوره، يعني هو لونه في الفيديو مختلف. هو لونه مش لبني كده، هو لونه اللي هو اللبني المخضر شويه، فيروزي فاتح. هو طالع مش نفس الدرجه في التصوير. ان شاء الله هحاول اصورهولك صور تبين اللون مظبوط. الخيط احنا هنشتغل بيه. الجيبه هتاخد معانا شلتين، يعني هو في الخيط العادي ال100 جرام هتاخد 250 جرام. بخيط اوليفيا هتاخد 5 شلات، اللي هي الشله 50 جرام. تقدري تنفذيها باي خيط متوفر عندك. خطواتها بسيطه وسهله. لو اول مره تشوفينا ما تنسيش تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي كومنت وقولي لي بتتابعينا منين. وان شاء الله لو الفيديو عجبك هستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم. هنقول بسم الله ونبدا على بركه الله ونشوف التفاصيل. هنشتغل موديل الجيبه عندنا النهارده. هنشتغل بخيط اوليفيا كاست ميكس، اتكلمنا عنه قبل كده. معالج ضد الوبره. الفتله بتاعته مبرومه حلوه جدا، وثباتها يعني فتلتها متوسطة. هنشتغل معاها بإبرة 3.5 إن شاء الله. هنشتغل موديل بسيط وتقدري تنفذي بيه موديلات كتيرة أو تشتغلي بأي غرزة تحبيها. هنتكلم عن الأساسيات. احنا هننفذ الموديل ده لمقاس سنتين، فمقاس سنتين هنحتاج فيه مقاسين. هنحتاج عرض الوسط أو الخصر، وهنا عندنا في مقاس سنتين هتلاقي عندك هيتراوح من 52 ل 54 سنتي. فاحنا هنا هنشتغل سلسلة يكون طولها تقريبا 50 سنتي. الكروشيه عندنا بيمط وهنقدر نوصل للمقاس بسهولة. كمان لو هتستخدمي حزام هنعمل حزام بسيط كده نتحكم بيه بمقاس الجيبة، فيبقى مناسب معاكي انك تشتغلي 50 سنتي ان شاء الله. كمان هنحتاج الطول بتاع الجيبة. هنا عندي تقريبا هشتغل 30 سنتي، وهنقيس برضو مع بعض. هنجهز سلسلة يكون طولها 50 سنتي. انا عاملاها اهي، انا ما اشتغلتش بعدد معين، انا اشتغلت سلسلة يكون الطول بتاعها 50 سنتي اهو. بتحطي السلسله مفروده وما بتشديهاش ولا يعني ما بتخليهاش ممطوطه، بتخليها محطوطه على وضعها كده اهي، من البدايه هنا اهو لحد هنا اهي 50 سنتي. انا ممكن ازود يعني ممكن نزود غرزتين اهي. هشتغل سطور بليسيه عاديه خالص. انا هنا محتاجه الجيبه اعمل الكمر بتاعها. هحتاج ان انا اعملها يعني بزرار عشان تبقى سهله في اللبس وكده. فبعد ما عملت ال50 سنتي هرتفع سلسلتين، وهما ارتفاع العمود عندي. انا هشتغل بقى في الظهر في الكيرف، اللي هي الغرز اللي في الكيرف ورا. هاسس سطر عمود علشان اقدر اسس عليه سطر البليسيه. فهبدا اشتغل فوق كل غرزه عمود بلفة اهي. طبعا هشتغل فوق الغرز دي كلها، فوق كل غرزة عمود، ونرجع نكمل. بس اهو الشغل على اول سطر، واشتغلت فوق كل غرزة عمود، وهبدأ اقصص البليسيه عندي. هرتفع سلسلتين والف الشغل، وهبدأ اخد اول عمود اعمله عمود امامي. العمود اللي بعده هيبقى عمود خلفي، العمود اللي بعده امامي، وهكذا. هنشتغل بقى السطور حسب عرض القمر اللي انت عاوزاه. انا هنا تقريبا ممكن نشتغل 6 أو 7 سطور، وممكن اقل حسب ما نوصل للحجم المناسب كده. وهنوقف ان شاء الله، وهرجع واقولك اشتغلت كام سطر، واقولك هنبدأ ازاي. اهو هشتغل بنفس الطريقة دي. خلصت اهو سطور البليسيه، وهنا تقريبا اشتغلتهم 4 سطور او 5 سطور حسب الحجم اللي انت عايزاه. هي تقريبا عندي عرض القمر 4 سنتي، فانا بالنسبه لي كده كفايه. حابه تعرضيه اكتر تمام. فهاجي خلاص بعد ما خلصت السطور هاجي اقفل اهو. هظبط القمر عندي كده، واقفل في اول غرزه عمود اهو. هظبط الشغل عندي كده اهو.
انا عايزه اقفل الكمر، فهاجي في اول غرزه عمود عندي اقفل فيها اهي، هدخل واعمل غرزه منزلقه وكده يبقى انا الكمر عندي قفلته. هبدا ارتفع سلسلتين. هنا بقى تقدري تاسسي اي غرزه تحبي تشتغليها. انا هنا عايزه اعملها جيبه بسيطه خالص، هشتغل بغرزه العمود. طيب لو انت هتشتغلي اي غرزه تانية يبقى شوفي الغرزه بتاعتك، لو محتاجه عدد معين نظبط عليه تقدري تشتغلي من بدايه الشغل تأسسي بعدد غرز معين. لكن انا هنا مش هشتغل بغرزة معينة، فهشتغل اي عدد عندي. طيب انا ارتفعت سلسلتين، هدخل في نفس المكان وابدأ اعمل اول عمود كمان عمود. يبقى انا هعمل في اول غرزة تزايد. يبقى سلاسل البداية دي انا مش حاسباها من العدد، حاسباها مجرد ارتفاع للشغل مش من العدد بتاعي. طيب علشان اشتغل الغرز عندي حسب الوسع بتاع الكلوش اللي انت عاوزاه. انا بالنسبه لي ممكن اشتغل غرزه تزايد وغرزه فرد، اللي بعدها تزايد اللي بعدها غرزه فرد. طيب انت حابه الكلوش اكتر يبقى تشتغلي في كل الغرز تزايد 2 2. طيب حابه الكلوش مع يعني مظبوط او الجيبه عاديه تقدري مثلا تشتغلي 3 غرز فرد والغرزه الرابعه تزايد. حسب بقى الوسع اللي انت عاوزاه هتبداي تعمليه. يبقى هي كده الجيبه بسيطه خالص ما فيهاش اي تفاصيل. اهي هعمل 2 في نفس الغرزه والغرزه اللي بعديها فرديه، الغرزه اللي بعديها تزايد واللي بعديها فرديه. هكمل بنفس النمط ده طول يعني اول دور اهو. هتبصي تلاقي طبعا الشغل بيورور وبيفتح معانا، ده طبيعي لان احنا بنعمل تزايد. وهبدأ بقى اشتغل السطور بنفس النمط ده. هخلص اول دور ونيجي نكمل. ممكن تشتغلي بقى ايه التزايد ده سطر واحد وبعدين نكمل طول الجيبه على نفس النمط فوق كل غرزه غرزه مفيش تزايد تاني. وتقدري كل ما انت نازله تزودي التزايد. طيب انا هنا مثلا اشتغلت في واحده والتانيه تزايد، ممكن تشتغلي مثلا 3 4 سطور ثبات وبعدين ترجعي تزودي تاني مثلا 3 سطور او 3 غرز ثابته فرديه وبعدين غرزه تزايد، 3 غرز ثابت فرديه وبعدين غرزه تزايد، او 4 غرز فرديه وغرزه تزايد. حسب ما انت حابه تقدري بقى تتحكمي في الوسع اللي انت عاوزاه. هكمل ونرجع ان شاء الله. اشتغلت اول دور اهو. اشتغلت زي ما قلنا غرزه فيها 2 عمود وغرزه فيها 1 عمود. بقى اداني الشكل ده اهي. تلاقيها ايه ورورت معانا كده. طبعا لو انت عايزاها موروره اكتر بصي باينه اهي باينه من هنا. لو انت عايزاها موروره اكتر هتشتغلي في كل غرزه 2. انا كده شايفاها حلوه جدا. وبرده هنشتغل ولو حسيت انها محتاجه تزايد هنزود عادي جدا وتمشي بنمط. يعني مثلا هتزودي تعملي مثلا 4 فرد والخمسه تزايد، هتعملي 6 فرد والسبعه تزايد كده، يعني عشان يبقى شكل الشغل عندك. بصي هتحسي هنا بصي شكل الوروره ماشيه بنفس الموجه، يعني ماشيه نفس النمط. تمام. هبدأ بقى انا خلاص اهو خلصت الدور. هبدأ اقفل بغرزة منزلقة في اول عمود انا بشتغله اهي. هرتفع سلسلتين. تقدري تشتغلي على نفس الاتجاه او يعني تغيري الشغل وتقلبيه. هرتفع سلسلتين هدخل في نفس الغرزة واعمل عمود. خلاص بقى انا في الدور ده هشتغل سطر ثابت، يعني ثبات، مش هعمل اي تزايد تاني. طيب لو انت عايزه تعملي تزايد شوفي بقى انت عايزه توسعي اكتر بتشتغلي تزايد، بس مش لازم تبقى السطور كلها ورا بعض عشان ما تورورش منك قوي. يعني ممكن تعملي سطر تزايد وسطر ثبات، او مثلا سطر تزايد وسطرين 3 ثبات، ده حسب ما انت حابه الشكل. يبقى انا هشتغل بطول الجيبه لحد ما اوصل للطول بتاعها تقريبا 30 سنتي بنفس النمط. ولو عملت اي تزايد هبقى اقولك.
بعد ما اشتغلت سطور الثبات، وانا هنا ما عملتش اي تزايد تاني، انا مشيت زي ما اتفقنا. انا اشتغلت اللي هي سطور البليسيه، وبعدين اشتغلت اول سطر اللي هو التزايد، عملت عمود 2 عمود عمود 2 عمود، يعني غرزه بعمل فيها عمود، الغرزه اللي بعدها بعمل فيها 2 عمود. مشيت على كده بقى سطور ثبات لنهايه السطور. ما عملتش اي تزايد تاني. اشتغلت طول الجيبه بالظبط لما وصلت اهو 29 سنتي بالظبط. انا شفت ان المقاس مناسب جدا. طبعا انت بتطولي او بتقصري حسب ما انت حابه. جيت من ورا اهو، ركبت زرار عشان اقفل بيه العروه، يعني اللي هي الكمر بتاع الجيبه اهو اهو. الحزام انا ركبته. طيب المقاس الكمر ده احنا عاملين الزرار عشان يسهل اللبس والقلع، لكن عشان اتحكم في المقاس انا عملت حزام بسيط خالص. لو عايزين طريقته نبقى نعمل لها فيديو سريع، او تشتغلي سلاسل حتى وتدككيها اهي. انا مدككاها اهي جوه، وشاده بيها الكمر بتاع الجيبه. بتتفرد ونشدها تاني عادي جدا عشان تتحكمي في المقاس. طيب وركبت في الطرف من تحت كده خرزتين قفلت بيهم الحزام اهي شكلها. اشتغلي بقى بنفس الموديل ده، موديلات كتيره، مقاسات اللي انت حباها اهي. اسهل طريقه واسرع جيبه ممكن تعمليها. كمان بصي لما بتظبطيها كده، بصي الكسرات بتاعتها حلوه قوي، واللي هي بتبقى عامله شبه الكلوش كده، وفي اللبس طبعا هتبقى احلى اهي. بصي شكلها حلو جدا، سريعه يعني. بصي اسرع واسهل جيبه ممكن تستخدميها، ممكن تعمليها. الجيبه خدت معايا بالظبط من خيط الاوليفيا خدت 250 جرام، يعني شلتين ونص. طبعا في الاوليفيا هو 50 جرام، يعني بتاخد منك 4 شلات والتالتة يعني 5 شلات بالظبط. تاخد منك 5 شلات من الاوليفيا. لو هتشتغلي باي خيط تاني هتاخد منك 250 جرام بالظبط اهي. بس شكلها بعد ما خلصت سطور الثبات، طبعا انت تقدري تسيبيها من تحت ساده عادي، تقدري تعملي فيها سطر فستونات كده، او زي صدفه كده، او اللي هي غرزه زخرفيه، غرزه بيكو. انا حابه اسيبها كده. انا بس اشتغلت سطر بغرزه المنزلقه عشان اقفل بيها شكل الشغل من تحت، عشان ما يبقاش الشغل مفتح كده من تحت، وحاسه ان هو كده شكله يعني الطف. فطبعا التزيين ده برضو حسب ما انت حابه. ده شكلها اهو. عايزه اوريكي برضو اللي احنا كنا بنقفل من ورا بغرزه منزلقه وبنرتفع سلسلتين اهي. شكل قفله السطر عندي مش باينه خالص اهي، شكلها نظيف ومرتبه، ومش عامله لي اي مشكله خالص ان انا كنت بقفل بمنزلقه، بدل ما بنشتغل يعني انك تشتغلي بدون قفله سطر هتحسي ان الشغل ممكن يبقى مايل معاكي. دي كده نفذنا مع بعض اسهل واسرع جيبه ممكن تنفذيها. اتمنى يكون الفيديو مفيد وعجبكم، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات جديده وافكار كتيره. استودعكم الله واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.